من شخص فاشل لنجم يوتيوب. قررت افتح قناة يوتيوب جديدة واشوف هل ممكن شخص عادي يبقى نجم يوتيوب؟ انا محمد القريفاني، بدأت من الصفر وبدون خبرة وكمان بدون اي ادوات احترافية، لكن دلوقتي وصلت لمليون متابع. مين كان يصدق ان البداية البسيطة دي هتوصلني لكل ده؟ لكن بمحتوى قصير. اعتمادي الكلي كان على الافكار والكتابة والالقاء، وجودة مفيش. مش محترف في اي مهارة تقنية، ولا تصوير ولا مونتاج ولا حتى جرافيك، وعشان كده هدفي اتعلم مهارات التصوير والمونتاج والجرافيك واعمل محتوى احترافي ينافس كل مشاهير اليوتيوب وابقى نجم اليوتيوب في الشرق الاوسط. احذر يا ابو فلح. هدفنا الاساسي مش الشهرة، يعني الشهرة حلوة ما فيش كلام، لكن اثبات ان شخص عادي يقدر يبقى نجم يوتيوب لو تعلم المهارات دي. تعرف ان في نسبة 90% من اليوتيوبرز في العالم بدأوا من الصفر ووصلوا للعالمية، زي مستر بيس وابو فلة محمد القريفاني. وكمان انك تشاركني في الرحله دي وتشوف كل الكواليس، ازاي بتعلم وايه المصادر وبكسب كام بالظبط من قناه اليوتيوب وكل الكواليس. يعني هتكون في المطبخ. واخيرا نعمل محتوى قيم ويسيب اثر يكون حجه لينا يوم القيامه. اما دلوقتي بقى هوريك الحاجات اللي انت محتاجها عشان تصور فيديو. رقم واحد الاستاند. انصحك تجيب استاند ل3 رجول علشان باقي الاستاندات فستك وملهاش قيمه. الصوت، انا بستخدم مايك بويا لاسلكي، لكن ده غالي عليك. في البدايه جيب الحاجات بابسط الاسعار، ما تصرفش فلوس كتير. وده افضل مايك لصناع المحتوى المبتدئين، اسمه مايك بويا M1. الناس تقدر تتفرج على فيديو الجوده بتاعته وحشه، لكن صعب يتفرجوا على فيديو ما فيهش صوت او صوته وحش. رقم 2 الاضاءه. دي سوفت بوكس، ده افضل نوع اضاءة، يعني كويس تبدأ بيه ب$20 تقريبا. طب انت ما معكش فلوس تجيب السوفت بوكس ده، ممكن تعمل سوفت بوكس في البيت، كرتونة وتحط فيها سلوفان وتحط لمبة ويبقى سوفت بوكس. في ناس على اليوتيوب بتشرح الموضوع ده وانا عملت كده وكان معايا اضاءة سوفت بوكس. ولو انت كسلان ومش عاوز تتعب، انا بصور باضاءة الشباك اصلا طول الفيديو. ودلوقتي ندخل على قائمة المهام اللي احنا عاوزين نعملها في السلسلة. اما دلوقتي هنكتب الاهداف بتاعتنا علشان نحققها في السلسله. النوت اداها لي هديه ابو زيد، فاحنا هنستبشر خير كده باذن الله، تفاءل خير ونبدا نكتب فيها اهداف السلسله بتاعت المحتوى الطويل. معايا ابو زيد يا شباب، ونصحني اني ما اعملش فيديو. طب انا طلعني معاك طيب. عايشه صح، انا بحب اقطع عليك. أهداف السلسلة دي إن شاء الله: أول حاجة عاوزين نتعلم تصوير فيديو احترافي نمائي. رقم 2 مونتاج على أدوبي يكون احترافي. رقم 3 تصوير فلوج في مكان غامض بين قوسين مغامرة. 4 تعاون مع صناع محتوى مشاهير. أهداف تعلم دي كلها. ويكون في أهداف تاني إن إحنا مثلا نوصل ل100,000 متابع 6 شهور، يعني من شهر يناير لمايو، تقريبا مايو ولا يونيو، والله ما عارف. لكن في مشكله، انا مش معايا ادوات ولا وقت ولا فلوس. تقريبا 65% من جيل زد بيحلم يكون يوتيوبر وصانع محتوى، وللاسف اغلبهم معاهش امكانيات. دي التحديات اللي ممكن نواجهها. أول حاجة الفلوس وما أدراك ما الفلوس. ثاني حاجة الوقت هيكون عنصر مهم جدا، وهو اللي هيحدد لنا مسار السلسلة وسرعتها، عشان في ناس عاوزة توصل أسرع. ثالث حاجة الإمكانيات، يعني أنا بصور بالموبايل ومعيش مثلا كاميرا أو إضاءة احترافية أو أي حاجة، فإحنا هنحاول نصلح كل المشاكل دي إن شاء الله. الموضوع هيكون صعب بس باذن الله يتحل. ودلوقتي انا عاوز مساعدتك. فتحت قناه جديده علشان نقدم عليها المحتوى بتاعنا اللي عاوزين نوصلها ل100,000 متابع بمحتوى طويل وفي وقت قصير. لكن القناه دي ممكن تكون عن ايه؟ قدامنا خيارين: قناه عن التنميه زي ابو زيد والزيتونه وكريم اسماعيل ودوبو مكفين، او عن الطلاب نتكلم عن المذاكره والتعليم والمنح. فانت اللي هتقرر. اختار بدقه عشان مصير السلسله بين ايديك، وما تنساش تعمل اشتراك عشان تكون جزء من الرحله دي. سلام.